مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. تعالوا نصلي على النبي بقى ونشوف العزومه التحفه دي بتاعت العرسان. ابن اخويا عريس جديد وجالي اتعزم عندي. بصوا، انا قالوا لي مش عايزين محاشي، مش عايزين زهقانين من الاكل. خلاص، فانا عملت لهم حاجات مختلفه وبسيطه، يعني وحاجات خفيفه كده. بصوا، انا عملت الرز دوت اللي هو بيبقى احمر واخضر واصفر. انا ما كانش عندي الا اللون ده، فحطيت بغباء. ما علينا، تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف هنبدأ بايه. انا هنا عملت تتبيلة الفراخ. طبعا بشرت بصلاية قطاية، فص توم، ماجي، فلفل اسود، ملح، شوية خل، شوية زيت، اربع بتاع ده اسفة ليمونتين كبار، من ليمونتين لتلاتة يعني حسب، يبقى الليمون كده المزازة بتاعته باينة. طبعا بهارات بقى اللي انت عايزة تحطي، ظبطي عندك بهارات شوي. خلاص، لو عندك معلقة زبادي حطي، المتوفر عندك حطيه. خلاص، انا هنا كده تبلتهم. هم اول حاجه حطيتهم ياخدوا غلوه عشان انا عايزه اشويهم في الفرن. خلاص، هنا فرمت بصل بالزياده عشان اعمل حاجات تانية. خلاص، احنا هنعمل بقى حاجات خفيفه كده وكلها وتحفه. احنا هنا هنعمل بقى، خدت شويه بصل كده عشان خاطر شوحتهم. وطبعا انا بسلق بطايه وهعصج اللحمه المفرومه. قلت لهم اعمل لكم مكرونه ولا عايزين تاكلوا قالوا لي اعملي جلاش باللحمه المفرومه. فلغيت المكرونه. خلاص، حطيت ملح فلفل، وطبعا فرمت البصلايه وحطيتها، ومعلقه سمنه كده مش كتير، اللحمه فيها دسام. خلاص، طبعا اللحمه لونها يغير، ونحط الفلفل والملح، وبعدين نحط ميه عشان اللحمه تستوي. يا جماعه، اللحمه المفرومه لازم تستوي. طبعا هي اتعملت في ثانيه وهي سخنه كده. وظبطت صينيه الجلاش كمان. انا كده ولعت الفرن، ابتديت بقى احضر الحاجه واحط على طول اسوي. هي كلها حاجات بسيطه، واغلبيتها هتستوي في الفرن، يعني كله في الفرن تقريبا. بس كده، هنا ظبطت صينيه الجلاشه اهيت كمان قلت اظبطها لهم كده. حطيت لهم فيها شويه جبنه، يعني كنت اعملها بالجبن، بس قلت لا، يعني كده هيبقى يعني خفيف خالص. فحبيت اعمل، كنت عايزه اعمل رقاق، فقلت لهم رقاق ولا جلاش؟ قالوا لا جلاش. قلت تمام. طبعا هم اللي هياكلوا وهم اللي معزومين، وهم اصلا كانوا عندي من قبلها بيوم، فبايتين عندي يعني، فكنا سهرين مع بعض. هنا كان عندي شويه جبن كده رومي ناشفين، وحطيت عليهم شويه جبنه موتزاريلا ماكس جبن يعني فوق اللحمه، قلت ادلعهم شويه. خلاص، طبعا هنا البيضايه المفضله بشويه اللبن، رشه فلفل، رشه ملح، رشه ملح. خلاص، على صينيه الجلاش المتينه، وحطي في الفرن. ونشوف اللي بعده. زي ما انتوا شايفين كده في الانجاز، احنا كانت هنا الساعه 2 الظهر، بدأت الساعه 2 الظهر، خلصت الساعه 3 ونص. خلاص، هنا بقى هنعمل اللي بعده. ادي شويه البصل اهو، برضو بصلايه مفرومه ناعم، ومعلقه سمنه صغننه خالص، مش عايزين دسامه. وادي لسان عصفور اتحمر، بشرت عليه قطيتين وحطيتهم. وعلى ما الكبد والقوانص تتعمل، حطيتها طبعا بعد على البصل على طول. وادي لسان العصفور اهو اتعمل، فضيته في الطاجن، وهنحط عليه ادي الكبد والقوانص. طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص، يعني تغيير، بما انهم هم عايزين نواشف، مش عايزين بقى محاشي والحاجات التانية دي، ولا مكرونة بشاميل ولا الكلام ده. خلاص، هنا طبعا يعني انا، هما كده كانوا يعني كده بس الاكل يا جماعة. طب ما فيش اي نوع خضار انتوا عايزين تاكلوه؟ لا، مش ده، لا ده، لا ده، لا. فعملت بقى، كان عندي فاصوليا، شوية فاصوليا خضرا، شوية بسلة، قطعت بطاطسين، 2 بطاطسات، وقطعت كوستين، وعملت شوية ذرة، اللي هو الذرة بتاع الاكل ده، ذرة الطبخ الاصفر. تمام. وشوحتهم في حتة زبدة كده تشويحة كويسة، مع بصلاية مفرومة ناعم يعني، او متقطعة مكعبات، مش هتفرق. وتشويح جامد. وبعدين حطيت عليه فرمت القطة وحطيتها، طبعا فصين ماجي، وظبطت المساء. وانا كنت عاملة معاهم واجب، كنت هعمل اصلا بط. وبعد ما طلعت البط قالوا لي احنا ما بناكلش البط. قلت لا، انا لازم اكل بط. فرحت شايله بطايه وعملت واحده لينا احنا وهم. عملت لهم فراخ، هم فراخ بيضه وبيحبوا الفراخ البيضه. ما علينا. هنا طبعا انا ما كانش عندي صلصه ولا اي حاجه، وكان عندي ده شويه كوارع كانوا فاضلين عندي، فحطيتهم في طاجن الخضار. وظبطت الطاجن كده، وزودته بقى من شوربه البط. خلاص، بعد ما تشوح
والغلي غلوة كده على النار من فوق. ادي الشوربة اهي. وظبطته بشوية الكوارع ورحت حطيته فين؟ في الفرن كمان كده، كله في الفرن على فكرة، من تحت وفوق والدنيا شغالة. حطيت الرقاق وحطيت لسان العصفور، وادي هحط كمان الخضار. يلا خلينا نخلص. خلاص. هنا بقى هنعمل الرز اللي ملوش حل، اللي هو ايه؟ بالخلطة اللي انتوا شفتوها دي. انا حطيت هنا بابريكا، كاري، كركم، كله على الرز، وشوية سمنة وبهارات. وبعدين حطيت الرز. خلاص. هنا دي الفراخ اهي بعد ما اتشوت وطلعت. حبيت اعمل معاها التاتش المتين، رحت طشيت فيها فحماية رهيبة. وعملت سلطة خضراء. وطبعا كله اتعمل. والرز اهو اتعمل. وعملت وادي الرقاق. بصوا الاكل تحفة، كلها حاجات بسيطة. وده كان شكل الاكل. بألف هنا وشفا يا رب. كل يوم يزورنا زائر جديد، والبيت بيفرح، والبيت بيبقى كله خير لما حد بيجي. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.